ما تقفلش الفيديو وتجري. عارف انك سمعت سيره الشريحه والمسامير جسمك اشعر. الموضوع بسيط جدا بس انت خايف منه، يمكن لانك مش فاهم اللي بيحصل بالظبط. انا النهارده جاي اقول لك واحده واحده ايه اللي بيحصل عشان تبقى مطمن خالص. في البدايه سيره الشرايح والمسامير ما تخوفش، دي حاجه تطمنك لانها تعتبر تطور في الطب بيريحك جدا، عكس ناس كتير ما لحقتوش وعاشوا باصابات وحركه غير طبيعيه عمرهم كله. خلينا نشوف بقى الموضوع بيحصل ازاي. الفيديو اللي قدامك ده حاله كسر في الكتف، بنعمل فتحات صغيره في الجلد ومن خلالها بنرد الكسر وبنثبت الكسر ده بشريحه ومسامير. طب هركب كام مسمار يا دكتور مثلا؟ العدد بيختلف حسب نوع الكسر، وما تقلقش لو سمعت انهم كذا مسمار، ده مش دليل على حجم الاصابه. طيب خلصت العمليه وبعدها مبدئيا طالما عملنا شريحه ومسامير عاده ما بنعملش جبس. الدكتور بيعمل لك خطه للعلاج بتكون حوالي 6 اسابيع، ودي الفتره اللي في العادي بيلتئم فيها الكسر، بيكون الدراع متعلق فيهم طول الوقت اللي احنا محددينه في الخطه. حسب الحاله ممكن يطلب منك كام جلسه علاج طبيعي، والهدف بيكون انك تستعيد حركه مفاصلك الطبيعيه 100%. واخر حاجه تخلي بالك منها ان مش كل الكسور بتحتاج عمليات، لكن لو احتجت عمليات ما تاجلش او تلغي مع نفسك، لان المضاعفات بتكون مش كويسه زي خشونه المفصل او انك هتقضي حياتك مش قادر تتحرك بشكل طبيعي. وليه بقى؟ الموضوع بسيط ومش بياخد وقت طويل، والمهم دايما سلام. دمت دايما في حركه وصحه.